مع الكلمة اللي انت قلتها في البداية، مع كتر القضايا، هل تحريات المباحث هتكون كافية أو هتحصل أو هتتم؟ وهو أكيد تحريات المباحث دي بيروح لها كل يوم 90 محضر أو 90 قضية، 100 قضية، 150 قضية كل يوم علشان يتحروا عنهم. هل هم عندهم لا، قدرة الموضوع إنهم هنا يعملوا ده؟ مختلف. المحكمة بتنظر قضايا لكذا مركز. لما بتدي جواب تحري بتقسمه على المراكز، وزي ما قلت لحضرتك مش كل جوابات التحري بتروح لإقسام. في جوابات بتروح لجهات العمل، في جوابات بتروح للغرفة التجارية، في جوابات بتروح لمديرية الأمن، وفي جوابات بتروح للأقسام. فبتقل شوية، يعني ضغط الأقسام ده بيكون أقل حاجة. احنا ما بنلجأش للاسم إلا لما بيكون الراجل فعلا مش عارفين نمسك له أي مصدر دخل. فهنا بنلجأ لاسم الشرطة عشان تتحرى عنه، عشان نتحرى عنه. إنما في الأساس أنا مش هتحرى عنه في اسم الشرطة وهو له دخل ثابت عندي. طب أنا أتحرى عنه ليه؟ ممكن يجيب لي أقل. فأنا ما أتحرش عنه من اسم الشرطة، ما جيش من الآخر. يعني اسم الشرطة ده بيكون آخر حاجة أتعامل معاه. يعني انت ما بتحاولش انت تلجأ له طبعا في الأول؟ ما بحاولش ألجأ له إلا في الآخر خالص، لما بعجز عن إثبات الدخل. بيكون ده النهاية بالنسبة لي. خاصة إن لو كان اسم الشرطة ده تابع لبيته مش تابع لجهة عمله.